ازاي انتوا جايين في وسط كل ده وبتقولوا الدعوه الجميله دي، وازاي بتقولوا احنا بنغفر اللي حصل اللي فات، ودعوه لمناقشه الناس وانها تراجع نفسها؟ ننظر كده إلى تعاليم سيدنا المسيح. من أهم التعاليم اللي جت في الموعظة على الجبل: أحبوا أعداءكم، باركوا الذين يلعنونكم، احسنوا إلى الذين يكرهونكم، وادعوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وبعدين يكمل سيدنا المسيح ويقول إيه؟ لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، الخطاة أيضا يفعلون هذا، يحبون الذين يحبونهم. وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، الخطاة أيضا يسلمون على الذين يسلمون عليهم. أوكي؟ إحنا خدنا أسلحتنا: الوداعة، الاتضاع، المحبة، ونزلنا الشارع. هقول لحضرتك موقف بسيط خالص. لما كنا في المترو، بعد حرق الكنائس مباشرة، تقريبا حرق الكنائس كانت يوم 14، احنا تقريبا يوم 15 أو 16 نزلنا المترو وبدأنا نوزع الفلاير ده، مكتوب عليه: أخويا المسلم، عايز أقول لك إني بحبك، إمضاء أخوك المسيحي، وفي قلب كده في مسلم ومسيحي. وبدأنا ننزل المترو وكنا بنقول الرسالة دي جوه المترو وبنوزع الفلاير ده، بنقول للمسلمين: إحنا عارفين إنه مش انتوا اللي حرقتوا الكنائس، بالعكس انتوا تألمتوا كما تألمنا، انتوا أفزعتكم الأحداث دي كما أفزعتنا. اللي حصل إنه طبعا كل الناس كانت متعاطفة جدا، كل الناس كانت بتبكي معانا، كل الناس كانت بتطبطب علينا واحنا في المترو، واحنا كنا بنأكد بنقول لهم: انتوا حتى مش محتاجين تعتذروا عن تهمة انتوا ما عملتوهاش. المسلمين مش هم اللي حرقوا الكنائس، بالعكس المسلمين كانوا بيضحوا ومستعدين يكونوا فدائيين علشان يحموا الكنائس. كانوا بيحموا كنائس، بالظبط، بيحموا كنائس كتير. واحنا في المترو اللي حصل انه كان في حد من اللي هو مش بيحبوا الناس، مش بيحبوا المسيحيين، هو مصري ولكنه لا يحب المسيحيين بصرف النظر عن توجهه او انتمائه السياسي. فلما بدأنا نوزع ده ونقول احنا بنحب المسلمين، هذا الرجل هاج وماجى وبدأ يبقى عنيف جدا، ومسك الفلاير ده قطعه ورماه في وشنا وقال: انتوا جايين تضحكوا علينا، ده انتوا اللي قتلتونا في رابعه، وانتوا اللي عملتوا، وانتوا اللي سويتوا، انتوا تضحكوا علينا، انا بكره توادروس، انا بكره الطيب كمان. قال كلام عنيف جدا، كان عمال يتنطط. وبعدين الناس قالت لي: يا ابني ابعد عن الراجل ده، الراجل ده شراني، الراجل ده عمره ما هيتصلح، الراجل ده انت بتدم في مالطا. اوكي، بس انا مقتنع بحاجه مختلفه خالص: الانسان هو الانسان، والمحبه تقدر تحول الحجر للحم ودم. عايز اقول لحضرتك ان انا قربت منه، فاكرني ان انا رايح اتخانق معاه، فقربت منه وبدات اقول له: ممكن تهدى؟ قال لي: لا انا مش ههدى، انا مش ههدى، انتوا جايين تمثلوا علينا، انتوا بتكرهونا. اللي حصل ان انا قربت منه، مسكت كتافه كده وهو بيقول لي: سيبني، فرحت بوست راسه ورحت ماسك ايديه بايس ايديه. وكان في شاب، كان هو راجل في الخمسينات كده، في راجل شاب تاني معاه في العشرينات، يعني اذا قبلت راس هذا الرجل اللي سنه كبير ممكن، لكن انا عملت حاجه مختلفه تاني، حسيت اني عايز اعمل كده. الشاب الصغير ده بوست راسه وبوست ايديه، قلت له: انا عندي استعداد ابوس رجليك عشان اقول لك ان انا بحبك. عايز اقول لك في وسط كل هذا الشر وفي وسط كل هذا العنف بدا يقول: واحنا كمان بنحبكم. عايز اقول لك انه لا تقدر النار ان تطفئ النار، لكن الميه تقدر، المحبه تقدر تهزم الشر. انا مقتنع بكده. جميل. احنا طول الوقت عمالين نردد كلمات سلبيه على، انا حتى لو هقولها صراحه، طول الوقت عمالين نردد كلمات سلبيه ولعنات وسباب في الاخوان المسلمين، بصرف النظر سياسيا هم منظمه ارهابيه ولا منظمه غير، هذا لا يعنيني. طيب، لكن انا عايز اقول انا بحب المسلمين بصرف النظر، انا بحب الجهاديين ولا احب تصرفاتهم، انا بحب الناس اللي في تنظيم القاعده لكن لا احب التفجيرات والارهاب. انا احب الانسان لان الله احب الانسان. سيدنا المسيح احب القتله ولم يحب القتل، احب اللصوص وادان السرقه، احب الانسان وادان سلوكه. انا عندي استعداد انزل الشارع حتى لو هاقتل في سبيل ان انا احب الاخر ايا كان الاخر.